السلام عليكم. لا تنسوا الصلاة على النبي قبل بداية الفيديو والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. أهم الأخبار عن المغرب بين العظماء الأربعة. هل يتحقق الحلم ويتوج بالمونديال؟ وعروض أوروبية كبيرة لثلاثي منتخب المغرب بعد كأس العالم، وتوجيه كلمة من مدرب فرنسا لمواجهة المغرب في كأس العالم 2022، وتعليق من نجم المغرب وتعليقات من نجوم العرب. واصل المنتخب المغرب تفجير سلسلة المفاجآت في كأس العالم بالوصول إلى نصف نهائي البطولة التي تحضنها قطر، وحجز مقعده لنهاية البطولة بين العظماء الأربعة. لكن يظل السؤال الأبرز مطروحا: هل يمكن لأسود الأطلس التتويج بالمونديال؟ حطم الفريق المغربي بقيادة مدربه الوطني وليد كل الأرقام القياسية التي صنعها العرب والأفارقة خلال 92 عاما في بطولات كأس العالم منذ بدايتها عام 1930، ليكبر حلم الأسود ويصل إلى ما هو أبعد من الخيال. لماذا؟ قال وليد الركراكي مدرب المغرب بعد نهاية مباريات الدور الأول واحتلال فريقه الصدارة على حساب منتخبات عريقة مثل بلجيكا وكرواتيا، وقال: لما لا نفوز بكأس العالم؟ قبل انطلاق المونديال كان للكاميرون سامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة في بلاده تصريحات جلب له السخرية عندما قال بأن المغرب والكاميرون سيلعبان النهائي وستتوج أسود الكاميرون باللقب. ودعت الكاميرون البطولة من الدور الأول، لكن بعد أن منحت البرازيل المرشح الأول للقب وقتها ندبة لا تنسى بالفوز على السيليساوي بهدف نظيف والخروج برأس مرفوع. المغرب يحقق نصف نبوءة صامويل إيتو حتى الآن بالوصول إلى المربع الذهبي، لكن زاد الطموح بشدة بسبب الثقة التي اكتسبها رجال وليد الركراكي خلال مشوار البطولة، وبات البعض يطالب بالكأس الذهبية. وليد الركراكي لم يسبق له اللعب في كأس العالم من قبل عندما كان لاعبا، لكنه الآن لا يكتفي بمجرد المشاركة في البطولة ليطلق العنان لأحلامه نحو تحقيق الكأس الذهبية، الحلم الذي لم يجرؤ أي مدرب عربي أو أفريقي من قبل في الحديث عنه. مدرب الأسود قال عن مشوار فريقه في البطولة: الأمر لا يتعلق بالمعجزات وإنما بالعمل الشاق الذي حضرناه خلال رحلتنا حتى الآن. كأس العالم أمر رائع بالنسبة للاعبين، كنت أتمنى المشاركة في البطولة كلاعب، لكن منحني القدر فرصة العودة كمدرب لأصبح أسعد شخص على وجه الأرض، والآن يمكننا أن نحلم بالفوز بكأس العالم. لاعبو المنتخب غزوا الصحافة العالمية فيما يتعلق بشائعات الانتقالات. الجميع الآن يتحدث عن عروض الأندية العظمى في العالم لياسين بونو وسوفيان أمبرات وسوفيان بوفال وسليم أملاح ورومان سايس وغيرهم من اللاعبين، وهو ما يجعل رجال الركراكي على ثقة تامة بأنهم ليسوا على أقل من المنتخبات الأخرى التي تمتلك لاعبين ينشطون في صفوة أندية العالم، وأن الحلم بالكأس أمر مشروع لهم كما لزملائهم في منتخبات فرنسا والأرجنتين وكرواتيا. الكنز في الرحلة: المنتخب المغربي خاض رحلة صعبة حتى وصل إلى الإنجاز غير المسبوق ببلوغ نصف نهائي كأس العالم كأول فريق عربي وأفريقي يفعلها، وخلال الرحلة اكتشف كنزا كبيرا من الانتصارات، وهو اكتساب شخصية البطل وثقة الكبار. المغرب المنصف 22 عالميا وفقا لآخر تصنيف معلن من فيفا قبل انطلاق كأس العالم، فاز على 4 منتخبات تسبقه في التصنيف خلال البطولة. المغرب هزم بلجيكا المصنفة 2 عالميا، وكرواتيا صاحبة المركز 12 على مستوى العالم، وأسبانيا 7 عالميا بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا، وأسقط البرتغال 9 عالميا. وفي نصف النهائي سيلعب المغرب ضد فرنسا المصنفة 4 عالميا، وإذا حقق مفاجآت أخرى صارخة بالصعود إلى النهائي.
أو حتى خسر ليلعب على الميدالية البرونزية. سيلعب ضد كرواتيا من جديد أو الأرجنتين صاحبة المركز الثالث في التصنيف العالمي. رجال وليد الركراكي أثبتوا أن التاريخ والتصنيف هي أشياء ليس لها قيمة مقارنة بما يقدم في الملعب، ليعيدوا إلى الأذهان المنتخب الإيطالي في مونديال 2006 عندما تفوق على كل منافسيه بفضل الانضباط الخططي والأداء الدفاعي المميز. الآن بعد أن قطع المغرب 5 مباريات من أصل 7 في رحلة المونديال، بات على وشك اقتحام المراكز 10 الأولى في التصنيف العالمي، ليقترب بشدة من تحقيق إنجازا غير مسبوق بمركز لم يسبق للعرب الوصول إليه في التصنيف، حيث كان المركز التاسع هو أكبر إنجازات العرب عندما احتله المنتخب المصري في فترة جيله الذهبي مع حسن شحاتة المتوج ب3 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية. عروض أوروبية كبيرة لثلاثي منتخب المغرب بعد كأس العالم. تقارير صحفي مغربي عن عروض أوروبية كبيرة لثلاثي منتخب المغرب بعد الأداء القوي في بطولة كأس العالم 2022. وعلى حسب ما نشرته صحيفة المنتخب المغربية، فإن الثلاثي حكيم زياش وسفيان أمبرات وعز الدين أوناحي تحت أنظار أندية كبيرة في أوروبا استعدادا لضمهم خلال الانتقالات الشتوية بعد انتهاء بطولة كأس العالم. وأضافت الصحيفة بأن حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي سينتقل إلى ميلان الإيطالي، أما سفيان أمبرات فسينتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي ليزامل نجمنا المصري محمد صلاح. وأشارت أيضا الصحيفة إلى أن عز الدين أوناحي سينتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد، خصوصا بعد إشادة لويس إنريكي المدرب الفني لمنتخب أسبانيا السابق بأدائه في المباراة التي جمعت بينهما. وأردفت الصحيفة أن هناك عدد كبير من النجوم في صفوف منتخب المغرب سينتقلون إلى أندية كبيرة في أوروبا، على رأسهم ياسين بونو حارس المرمى والصابري ويوسف النصيري، والذي أصبح مطلوبا من فرق كبيرة بالدوري الإنجليزي. تعليق ديشامب على مواجهة المغرب في نصف النهائي. أكد مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب أنه يتمنى توقف الزمن لبعض الوقت حتى يستمتع بالفوز على إنجلترا، لكن شدد على أن الديوك أمامه مباراة صعبة أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022. وقال ديشامب في مؤتمر صحفي عقب فوز فرنسا على إنجلترا 2-1، وقال بأن كان الأمر رائعا، كانت مباراة كبيرة، واجهنا فريقا جيدا جدا حقا لما هم قادرون على فعله رياضيا وفنيا. نجحنا في الرد، أنه لأمر رائع أن نتمكن من الوصول مرة أخرى إلى دور الأربعة. نود لو يتوقف الزمان لبعض الشيء، سنستمتع الليلة. هناك جودة في هذه المجموعة، ليكون هناك أيضا ذهنية وروح معنوية. قد تكون فرحتنا قليلة بعض الشيء، لكن نحن من نمنحهم الذخيرة بركلتي الجزاء، لكن بالقلب والشجاع حافظنا على الأفضلية الصغيرة بهذا الهدف. يستحق المغرب كل احترامنا وتقديرنا. ربما لم يكن أحد الفرق التي توقعنا وصولها إلى هنا، لكن ليس من وليد الصدفة أن تلقت شباكهم هدفا واحدا فقط في 5 مباريات. سنتعامل معهم على محمل الجد. تعليق قوي من نجم المغرب. أبدى سليم أملاح لاعب منتخب المغرب سعادته بتأهيل الأسود إلى المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على البرتغال 1-0. وقال أملاح في تصريح تلفزيوني: لم يكن الاختبار سهلا، كان لابد من بذل مجهود كبير، وكنا نعرف أن المنتخب البرتغالي سيضغط علينا وسيبحث عن الثغرات للتسجيل. التنظيم الجيد للمنتخب المغربي ساهم بشكل كبير في هذا الفوز، حيث عملنا كثيرا في الفترة الأخيرة على الجواب التكنيكية والتقنية والذهنية. مررنا بفترات صعبة،
لكن بقوة شخصيتنا استطعنا أن نتجاوز كل الصعوبات. أشكر الجمهور على دعمه، ونشعر بكل سعادة كما نرى هذه الفرحة على وجوه المغاربة والعرب. نحن فخورون بما نحققه، وأعدكم بأن المشوار لن يتوقف هنا، بل سيتواصل بنفس الطموح والإدارة.